رايحة دلوقتي ورشة عن المنمنمات. أنا متحمسة ليفل الوحش ده لوك ديجو. أخدت في الشنطة شوية أدوات أقلام رصاص ومسطرة ألوان كده. مية كانت عندي مش عارفة هي كويسة ولا لأ، وشوية فرش، بس قلت أخد حاجتي برضو معايا احتياطي. بقالي فترة متابعة هنا المصري، هي الانستراكتور بتاعة الورشة. لما تسمعوها وتشوفوها هي بتحكي القصص بشغف فظيع. تحبوا التصوير الإسلامي والفنون الإسلامية والمنمنمات من خلالها. أخدكم معايا في اليوم الجميل ده. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدث. أخدنا الورشة في مؤسسة القلم. تخيلوا تبقوا قاعدين بتاخدوا الورشة وحواليكوا كل الحاجات الحلوة دي. حضرنا أدواتنا، والورشة دي كانت برعاية ألوان سينا. ومن أحلى الحاجات اللي حصلت امبارح إن احنا قدرنا نستخدم ألوان مصرية بالكواليتي الحلوة دي. هنا ابتدت معانا بتمرين صغير بسيط نسبيا علشان نقدر نعرف الخطوات اللي هنرسم ونلون بيها، وبدأنا الشغل. ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس، ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الراس. بعد أول تمرين أخدنا بريك صغير، وقدرنا إن احنا نستمتع بالفيو الخطير ده. رجعنا من البريك ودخلنا على مرحلة أصعب شوية، بس فعلا كانت ممتعة. ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي. ويا فتى الحي إن غنيت لي طربا فغنني وأسفا. وبس كده اليوم خلص.